نعم، استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد ضغوط من الشعب الجزائري الذي رفض أن يواصل هذا الرئيس إلى عهدة جديدة. هو حكم الجزائر مدة 20 سنة والشعب رفض أن يواصل في الحكم، فاستقالته كانت بتأثير وبضغط من الشعب الجزائري، وكذلك الجيش كذلك وافق على طلب الشعب الجزائري وانحاز للشعب الجزائري وتمت استقالته. لكن جماعة بوتفليقة التي كانت في الحكم الآن ضعيفة ولا تملك النفوذ والقوة، لكن البعض منها ما زال، الذين كانوا معه في السلطة ما زالوا في السلطة. نقصد به رئيس البرلمان، رئيس الحكومة وكل الحكومة، لأن هذه الحكومة والبرلمان وضعهم بوتفليقة. لهذا الشعب يطالب بإقالتهم، أي يستقيلون من الحكومة الجزائرية ومن البرلمان. حتى الرئيس المؤقت الذي وهو عبد القادر بن صالح، الشعب الجزائري يريد أن يستقيل لأنه كان مع بوتفليقة في الحكم. هذا ما يريد الشعب الجزائري، وبالتالي الحراك الشعبي والاحتجاجات الشعبية متواصلة. هذه الاحتجاجات متواصلة لأنهم لم يستجيبوا لحد الآن. أعتقد أن يوم الجمعة القادم ستكون احتجاجات كبيرة جدا وجدا للمطالبة باستقالة عبد القادر بن صالح على رأس الدولة، وكذلك استقالة الحكومة. إذا لم تستقيل الحكومة ورئيس الدولة المؤقت، فإن المشاكل ستزداد والأزمة تكون تصعب، وبالتالي الشعب سيواصل الاحتجاج في هذا الأمر. لا أعتقد. الجيش الجزائري في سنة 2019 يختلف عن الجيش الجزائري في سنة 1991 و 1992. الجيش الجزائري الآن هو جيش جمهوري، بمعنى يلتزم بالقانون وبالدستور. الآن الجيش الجزائري عندما تدخل في هذه الأزمة تدخل بطريقة دستورية، وقال بأن الحل يكون في الدستور في المادة 102 والمادة 7 والمادة 8، ولم يتدخل مباشرة لأنه لا يريد أن ينقلب على نظام الحكم، يريد أن يتم الالتزام بالحكم. وبالتالي في حين في سنة 91 و 92 الجيش دخل مباشرة وألغى الانتخابات، وثم دفع الرئيس للاستقالة، الرئيس الشاذلي الجديد، وبالتالي وقع ما وقع بعد ذلك في الجزائر. إذن الآن الجيش لا يتدخل بهذه الطريقة، وإن كان له نفوذ، يعني هو ليس غائب تماما، وإنما هو موجود وله نفوذ يؤثر في القرار السياسي، بمعنى هو يلتزم بالقانون وبالدستور، لكنه تأثيره السياسي موجود، وهو يضغط من أجل تغيير الأمر، لأنه هو يسير البلاد الآن بطريقة غير معلنة، لكنه يريد أن تستقر الأوضاع ويسمع احتجاجات المواطنين، وهو مسؤول عن الأمن، وبالتالي يريد ألا تكون هناك مشاكل. وبالتالي عندما يكون ضغوط من الشعب يستجيب لهذه الضغوط. هذا هو الشيء الإيجابي الآن في الجزائر. الشيء الإيجابي أن الجيش يسمع الاحتجاجات الشعبية، لكن إذا لم تكن هناك احتجاجات لا أعتقد أنه سيسمع أو يقدم لهم أي تنازل، بمعنى السلطة لا تقدم أي تنازل إلا إذا كانت هناك ضغوط واحتجاجات من طرف الشعب الجزائري. إذن هو الجيش هو مؤسسة دستورية تلتزم بالقانون ولا تتدخل مباشرة، تتدخل بطريقة غير مباشرة. تدخل الآن هو تدخل غير مباشر، لأنها تعرف أنها لا يمكن أن تتدخل بصفة مباشرة، وإلا أصبح انقلاب، وهو ليس انقلاب، وإنما الشعب هو الذي أزاح الرئيس عن طريق الضغط الشعبي، ويريد أن يزيح رئيس البرلمان ورئيس الدولة الحالية والحكومة الحالية للذهاب إلى انتخابات رئاسية جديدة. إذن الجيش ليس كجيش 91-92. نعم، الجيش يفكر في أن تنتقل الجزائر من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي. يعرفون، وهو الإصلاحات، يريدون إصلاحات في النظام السياسي الجزائري، يبقى نفس النظام، لكن هذا النظام لابد له من إصلاحات، ريفورم في النظام الجزائري. هو نظام الجيش هو الذي يحكم في البلاد، وثم تأتي الحكومة وتأتي الأحزاب، لكن الذي تطلبه الجماهير وهي ديمقراطية حقيقية، أن تكون أحزاب قوية هي التي تحكم، والحكومة هي المسؤولة، والجيش تحت الحكومة وليس فوق الحكومة، أي الجيش هو جزء من الحكومة. هذا هو الريفورم والإصلاحات المطلوبة. الجيش مستعد لهذا.
الجيش مستعد لأن تكون ريفورم في الجزائر، إصلاحات في الجزائر، لكن هذه الإصلاحات لا تكون إلا بالضغط الشعبي. نعم، الجيش هو الآن يقبل، خاصة وأن الآن القادة الجيش قادة مثقفين متعلمين يعني من مستوى عالي، وبالتالي هم يفهمون التحول الذي وقع في الجزائر. إذا المجتمع الجزائري تغير، ليس المجتمع القديم، هو مجتمع جديد مثقف متعلم. قيادة الجيش كذلك هي مثقفة متعلمة متكونة في مدارس عليا، تعرف بأن الجيش الذي يتدخل في كل شيء، لا يوجد جيش يتدخل في كل شيء، وإنما يبقى له دور محدد في الدستور، وهذا هو نسميه الإصلاح في مؤسسات الدولة وفي النظام السياسي الجزائري، أن الجيش له دور فقط في البلاد، وبقية الأدوار للسياسيين والمجتمع المدني والحكومة. نعم، فرنسا هي دولة استعمارية كما تعرفون، استعمرت الجزائر قرن وثلث القرن، وكان لها نفوذ ثقافي واقتصادي في الجزائر كبير، وكذلك سياسي، لكن هذا النفوذ تراجع، لم يكن كسابق، لأن الذين كانوا لهم ثقافة فرنسية والذين يدافعون للثقافة الفرنسية والمصالح الفرنسية لم يعودوا لهم تأثير كما السابق، لأن المجتمع الجزائري كما قلت والجزائر تغيرت. هناك جيل جديد، جيل لا يؤمن إلا بخدمة الجزائر والارتباط بالجزائر ومصالح الجزائر. هذا الجيل كذلك يؤمن بأن الجزائر هي بلد عربي وبلد مسلم وبلد من الدول التي اكتوت بنار الاستعمار، وبالتالي لابد أن تتحرر. لهذا الشعب الجزائري لا يريد أي نفوذ لفرنسا، فرنسا تريد مصالحها فقط وتستغل الجزائر. لهذا الجيل الجديد يريد أن يقطع بينه وبين فرنسا، والذين كانوا يقومون بهذا الدور لفرنسا الآن هم عددهم قليل ليس كالسابق. إذن نفوذ فرنسا أصبح ضعيفا يوم بعد يوم في الجزائر. نعم، فرنسا بلد استعماري، تعتبر الجزائر وكل الدول الإفريقية والدول التي استعمرتها ما زالت تحت وصايتها، لهذا يفكرون بهذه الطريقة الفرنسيين، لكن هم مخطئون لأن الجزائر تغيرت والعالم تغير، ليس لهم هذا النفوذ، وكذلك عندهم مصالح يخافون عليها أن تتغير هذه المصالح. كذلك عندهم جالية كبيرة جزائرية، ملايين من الجزائريين يعيشون في فرنسا، فهم يخافون أي تطور يقع في الجزائر يؤثر عليهم في فرنسا، وبالتالي يتدخلون في هذا الأمر. الآن من المفروض أن تتغير نظرة فرنسا للجزائر الجديدة. هذه الجزائر الجديدة هي جزائر شباب جديد يفكر بطريقة مختلفة، لا يعرف الاستعمار، لا يعرف أن النفوذ الفرنسي يريد أن ينفتح على كل العالم، يستفيد من كل العالم، تكون له علاقات مع كل دول العالم وليس مع فرنسا فقط. الجيل السابق كان يؤمن إلا العلاقات مع فرنسا فقط، لكن الجيل الجديد تعلم لغات العالم ويريد أن تكون العلاقات الجزائرية مع كل الدول عن طريق الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. إذن الفرنسيين لم ينتبهوا لهذا الأمر، وبالتالي سيخسرون في الجزائر يوما بعد يوم. الذي حرك الشعب الجزائري ليس الأحزاب والحركات الإسلامية أو اليسارية أو أي شيء. الذي حرك الشعب الجزائري هم الشباب الذين كانوا يراقبون الوضع في هذه السنين، 20 سنة من حكم بوتفليقة، كانوا يتابعون الوضع، يروا الظلم الذي وقع على الشباب الجزائري، مشكلة البطالة، عدم وجود الشغل، مشكلة الهجرة غير الشرعية والموت في البحر من أجل الهجرة، مشكلات كثيرة في الجزائر، رغم أن الجزائر بلد غني، لكن الحلول لم تكن موجودة. وبالتالي الشباب كان يراقب هذا الوضع، وبالتالي نظم نفسه ودعا إلى الوقوف أمام العهدة الخامسة. إذن الشباب يريد تغيير الأوضاع. هؤلاء الشباب تنظموا في مجموعات كثيرة جدا، يعني بالمئات أو بالآلاف، تنظموا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وغيرها، تنظموا واتفقوا على أن يتحركوا لتوقيف العهدة الخامسة وأن لا يواصل عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة في الجزائر. هؤلاء هم الذين حركوا الشعب الجزائري، لهذا نسميه الحراك الشعبي، حركوا للشعب الجزائري. أما الأحزاب والحركات فجاءت بعد ذلك، لم تكن في البداية هي التي تحرك، هي التي كل الحركات والأحزاب، كل الأحزاب لم تكن هي التي بادرت، هي جاءت بعد ذلك عندما تحرك الشباب ونظم نفسه ونزل إلى الشوارع وإلى الميادين يطالب بتوقيف العهدة الخامسة. الأحزاب التحقت بعد ذلك عندما رأى الجميع بأن الحراك قوي،
التحق به. وكذلك الجيش في البداية كان غير موافق على هذا الشيء، وقال بأن هذا شيء خاطئ، لكن في بعد ذلك قال هذا الشيء سنستجيب لرأي الشباب وللشعب الجزائري. لا، ليس عشوائي وليس لجنة واضحة، ما يسمى بالتنظيم الأفقي، ليس تنظيم عمودي، هو تنظيم أفقي. الشباب ينتظمون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عاملين مجموعات في الفيسبوك أو وسائل التواصل، وعدة قيادات كثيرة جدا، وبالتالي يدعون إلى فكرة واحدة. اتفقوا على الفكرة لكن ما اتفقوا على التنظيم، فكلهم ينزلون من أجل هذا الهدف، وبالتالي هذا تنظيم أفقي. لهذا كان من الصعب القضاء عليهم، لأنه تنظيم أفقي وليس تنظيم عمودي واضح. أولا، الشعب الجزائري في التجربة الديمقراطية السابقة، الشعب الجزائري فيه تيارين كبيرين، التيار الإسلامي والتيار الوطني. التيار الإسلامي هو تيار قوي في المجتمع الجزائري، والتيار الوطني كذلك قوي في الجزائر. هم الذين لهم الانتشار في الجزائر، وهم الذين كانوا يفوزون دائما في المراتب الأولى منذ سنة 90 وإلى غاية 2017 دائما هم في المقدمة. أما التيارات اليسارية فهي تيارات محدودة، ليست قوية جدا، محدودة وفي منطقة معينة فقط في الجزائر، ليست قوية، وإن كانت موجودة لكنها ليست قوية. إذن عندك التيار الإسلامي والتيار الوطني. أما الشخصيات التي ربما ستفوز، إما أنها شخصيات مقبولة من التيار الإسلامي والتيار الوطني، يعني لو جاءت شخصية معينة مقبولة من التيار الإسلامي والتيار الوطني، أعتقد أنها هي التي ستنجح وتقود الجزائر في المرحلة القادمة. جزاكم الله خير أستاذ. يعني أخيرا، ماذا تريدون أن تقولون مثلا حول ما يحدث في الجزائر؟ يعني رسالة للشعب الجزائري أو رسالة للعالم جميعا على هذا؟ نعم، أولا رسالتي إلى الشعب الجزائري لابد أن يواصل حراكه، لأن الانتقال الديمقراطي والذهاب للديمقراطية إلا لابد أن تكون بجهود وتضحيات ونضالات، ولا يمكن أن تعطى الديمقراطية والحرية والانتخابات الحرة والشفافة واختيار المسؤولين من أبسط رئيس بلدية إلى رئيس الجمهورية إلا بنضال الشعب الجزائري. الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية لا تعطي هدايا، وهذا شفناه في كل دول العالم. كل الدول التي دخلت الديمقراطية جاءت عن طريق تضحيات ونضالات، فلا بد على الشعب الجزائري أن يواصل الحراك الشعبي ويبقى في الميادين وينظم نفسه. ثم النقطة الثانية، لابد أن الحراك الشعبي وشباب الحراك الشعبي لابد أن ينتظموا، لابد أن ينشئوا أحزاب سياسية، منظمات، جمعيات، لجان، ينتظموا في جميع المجالات، لأن الشارع لا يمكن البقاء فيه إلى ما لا نهاية. لابد أن تتحول هذه القوة الشعبية المتواجدة في الشوارع والميادين إلى منظمات وجمعيات، قوة منظمة لتواصل نضالها ولا تتوقف على نضالها، لأن الآن الجزائر ستدخل مرحلة الديمقراطية والحرية، فتحتاج الجزائر جميع أبنائها وبناتها لينتظموا في أحزاب ومنظمات وجمعيات ولجان تهتم بجميع الميادين، تهتم بالعمل السياسي، العمل المدني، تهتم بمراقبة الانتخابات، بحقوق الإنسان، بكل الميادين التي تحتاجها الديمقراطية. الديمقراطية لا تحتاج فقط أحزاب سياسية، وإنما تحتاج إلى مجتمع مدني قوي، إلى لجان لحقوق الإنسان، تحتاج إلى الاهتمام بكل شيء ينظم المجتمع، وبالتالي نبني الديمقراطية ومجتمع الحرية. هذا بالنسبة للجزائريين. أما بالنسبة للعالم فنقول الجزائر بلد قام بتجربة في سنة 90 91، لكنها فشلت في الجزائر عن طريق التدخل العنيف. وهذا التدخل العنيف، عندما قلنا التدخل العنيف، جاء من جهتين، من السلطة ومن المعارضة، من كان يقود السلطة ومن قد المعارضة. الذي كان في السلطة أراد أن يبقى بالسلطة بالعنف وبالقوة، والذي أراد أن يأتي من المعارضة إلى السلطة يريد أن يستخدم جميع الوسائل، فاستخدم الوسائل السياسية والوسائل العنيف. هذه التجربة فشلت لأنها لم تكن تجربة سلمية. لكن اليوم الشعب الجزائري يقوم بتغيير سلمي، ولقد شاهد العالم الملايين الجزائريين بتغيير سلمي، وسينجح هذا التغيير السلمي، ونتمنى أن يكون نموذج لكل الدول العربية والإسلامية وكل الدول التي ليست فيها ديمقراطية، لأن هناك كثير من الدول ليست فيها ديمقراطية. لا ستكون نموذج، ونتمنى أن العالم يساعد الجزائر
ويساعد الجزائر ولا يكون سببا في تعطيل الجزائريين على تكوين ديمقراطيتهم. فهذا هو المطلوب من العالم، أن يساعد الجزائريين ولا يتدخل في إلا إذا كان تدخل إيجابي. أما التدخل السلبي كما تفعل بعض الدول الكبرى التي تريد أن تسيطر وتغير الأوضاع، فهذا مرفوض ويرفضه الشعب الجزائري. نريد التدخل الإيجابي الذي يساعد الشعب الجزائري على الذهاب إلى الديمقراطية.